نعم. فوزارة الإعمار تحتاج إلى مهندس لكي يدير عملها، وأنا مهندس مدني. يعني أنا أراقب الفضائيات كإعلامي، يعني تدري أنا رئيس تحرير بال82 باعتبار ذول أمنيين يفهمون الأمن مثل ما أنا أفهم الأمن لخبرتي السابقة. ذاك السياسي يشتغل أتدرب على اللحيم، فكنت أتدرب في ميناء المعقل يعني وأسوي يعني ربك سبحانه المحبة من الله سلطهم هيك بس بالمحبة. لا هي أنا كنت أدرس قرآن كفت. يعني أنا قد أتحدث عن تحليل، يعني تحليل الخاص من خبرتي، يعني أكثر من 50 عاما من العمل السياسي من 63 ليومنا هذا. يعني أنا كنت أدرس كما قلت لك وضع الأمن، فجزء من عنده هو محاربة نفسية. يعني هاي المراحل تقريبا كل وحدة أخذت حقبة من سنة سنتين من حياتي. نعم. يعني في التمثيل أنا كنت مع الأخ قاسم الملاك، أنا أحييه 1961. قبلها كنا نمثل في بيوت، يعني التنور مال البيت مثلا نستخدمه ونضع. لا أنا ما تغير علي هواية شيء، يعني أنا رجل أعمال أهم من أنا وزير. يعني أنا وزير أعمال، رجل أعمال وتاجر وصناعي، هذا ما تشكل عندي. وهذه أكبر دولة إقليمية غير قادرة على إدارة معركة بهذا الحجم. هذا علم عسكري، يسمعوني اللي دارسين أركان يفهمون هذا المعنى. لما خلصت كلية الهندسة 68 69 شوية اشتغلت مقاولات سنة أو سنة ونص، ثم تركت. جابك على الأمن، عناوينك كلها ما تقرأ أمن، مهندس، رجل أعمال، اشتغلت بالإعلام. نعم، واشتغلت بالإعلام وسياسي. لكن الأمن كان في الظل. من طفولتي كنت أتابع أرسي لوبين، كنت أتابع مونتي كريستو وإلى آخره من المسلسلات. كان عندي شغف في الاطلاع على هذه الملفات. وصلت التهم لأسوار لبنان بعد خليت حتى بغداد عرفت انه انا اتحدث عن معلومات ومسؤول عنها. يعني انا كوزير داخليه سابق هذا خب بعد ما اترك شغلي يعني، وانا واسي بهالقضيه، قضايا الامن وقضايا المواجهات حتى في اذا تحصل في افريقيا.